المملكة المغربية. دخلت أحد البازارات فوجدت رجلا مهيبا كبيرا في السن. تذكرت برؤيتي له يوسف عليه السلام، وتذكرت امرأة العزيز وقد شغفها يوسف حبا وتكلم عنها النسوة، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا، وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت ليوسف اخرج عليهن، فلما رأينا أكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. والله يوم رأيته قلت هذه الكلمة في نفسي، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. رجل قصير القامة عظيم الاستقامة، لحيته بيضاء كأنها حرير، ووجهه أبيض كله صفاء ونقاء، يلبس ملابس عادية لكنه أكسبها ضخامة وفخامة، لأن السر في الحجوة. جلست معه أكثر من ساعة، وعندما أوشكت على فراقه طلبت منه أن يجيبني على 3 أسئلة. السؤال الأول: هل تخاف من الموت؟ والسؤال الثاني: ما أسرع طريق إلى الجنة؟ والسؤال الثالث: موقف مر عليك ولم تنسى؟ اسمعوا ماذا أجاب. قال: يا ولدي، قد تستغرب إذا قلت لك بأنني ومنذ أكثر من 20 عاما أنتظر أعز وأحب ضيف إلى قلبي. قلت: ومن هو أعز وأحب ضيف إلى قلبك؟ قال: أعز وأحب ضيف إلى قلبي هو ملك الموت، لأنه هو الذي سيأخذ بيدي من الفانية إلى الباقية. يا ولدي، أنا أحب الحياة لأنها طريقي إلى النجاة، وأنا لا أكره الموت ولا أفر منه، لأنني أعلم أنني سألاقيه، ولا أتحب الله لقاءه، وأن من كره لقاء الله كره الله لقاءه. قلت: هذه الأولى، فما الثانية؟ قال: الثانية سوف أدلك يا ولدي على طريقين، احفظها مني وانقلها عني. من حافظ على هذين الطريقين فهو في أسرع طريق إلى الجنة. الطريق الأول: ابتعد عن الكبائر. والطريق الثاني: احرص على الإحسان. احرص على أن تكون محسنا في علاقتك مع الله، واحرص على أن تكون محسنا في علاقتك مع نفسك، واحرص على أن تكون محسنا في علاقتك مع الناس. يا ولدي، من منا لا يسم من الصغائر؟ والله ومنذ أكثر من 20 عاما ما ارتكبت كبيرة، أما الصغائر فأنا من التوابين المتطهرين، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وعندما وصل الثالثة تغير حاله وخنقته العبرة، ورأيت الدموع وهي تتجمع في عينيه. سأخبرك بقصة لا تفارقني في كل يوم وليلة. قلت: هات، كل آذان صاغية. قال: يا ولدي، ثم ما لبثت أن تساقطت كحبات لؤلؤ على خديه أغرقت لحيته، ثم قال لي: يا ولدي، في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه أصغر بناته فاطمة، وكانت زوجته عائشة قريبا منه، فأجلس فاطمة عن يمينه أو عن يساره، ثم أسر إليها حديثا فركت، ثم أسر إليها حديثا فضحكت. تقول عائشة: ما رأيت حزنا أقرب إلى فرح من ذلك. تقول عائشة: فسألت فاطمة: ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت فاطمة: ما كنت لأفشي سرا أخبرني به رسول الله. فتركت عائشة السؤال عنها حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سألت فاطمة مرة أخرى: ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت فاطمة: همس النبي صلى الله عليه وسلم في أذني فقال: يا فاطمة،
إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل عام مرة، وقد عارضني في هذا العام مرتين، ولا أظن إلا أنه قد اقترب أجلي، وإنك أقرب أهلي لحاقا بي. قالت فبكيت. قالت ثم همس رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذني مرة أخرى وقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ فضحكت. يقول الرجل: فماتت فاطمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ب6 أشهر، وإني إلى شوق إلى رسول الله وإلى فاطمة وعائشة، وأسأل الله أن يجمعني بهم في جنات النعيم. نسينا في ودادك كل غالي، فأنت اليوم أغلى ما لدينا. نلام على محبتكم ويكفي لنا شرفا نلام وما علينا، ولما نلقكم لكن شوقا يذكرنا، فكيف إذا التقينا؟ تسلى الناس بالدنيا وإنا